فنان فيصل سيد احمد هاوي فني تشكيلي من صغري وانا في المدارس مراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي. بعد كده اما التحقت بالجامعه بقى بالتعيين كمعيد او مدرس مساعد او دكتور في الجامعه، بدات انقل خبراتي لبعض التلاميذ اللي عندي. بعد كده اشتغلت في السوق بين النحت والرسم على ورق البردي، وكان ورق البردي بالنسبه لي هوايه يعني اكتسبتها من شغلي مع الدكتور حسن رجب عالم البرديات. والاعمال اللي قدامنا هنا ديت ورق برد حقيقي، مش ورق بردي اللي هو قشر موز او حاجه، لا ده ورق بردي، عيدان بردي مصنع. كان مصنع عندنا في مع الدكتور حسن رجب وكده. البرد فيه 3 انواع، في النطروني وفي السوداني، وليه تقنيه عاليه جدا جدا، ليه رسم بتقنيه عاليه جدا جدا، وليه مواد معينه ترسم بها على البرد، بس مش اي خامه او اي الوان ترسم بها على ورق البرد. لازم يكون الرسم بالوان ميه، ما يكونش بالوان زيت او الوان فيها او سيراميك او اي الوان تاني. يفضل يكون الوان الميه بس الرسم على ورق البرد، لان الوان الميه البرد حتى لو اتبل بالميه ما بيبص او يجرى له عطب او تشقق او اي حاجه. ده بالنسبه لورق البرد. ورق البرد فيه منه انواع، في النوع النطروني وفي النوع السوداني. والتصنيع الورق البردي بيجي نبات اصلا اخضر، وبعدين العروق، في العروق السوداني عرق مضلع وفي النطروني عرق مدور. بنقشر الغلاف الاخضر وناخد اللب الابيض اللي جوه نعمله شرايح ونقسمه طول وعرضي، وبعدين يخش المكبس، وبعد كده بعد 24 ساعه يطلع الورق من المكبس، بيبقى كده بعد كده صالح للرسم عليه. الورق لازم يتحط في درجه حراره ما يكونش معرض للشمس. لو اتعرض للميه مفيش مشكله، انما لو تعرض للشمس بيحصل له نوع من التكسير، ما بيبقاش يعني ورق يعني بيحصل له نوع من الهشاشه او حاجه الشمس بتعمل له زي احتراق او تكسير يعني. البرد كمان في بعد ما العمل بيخلص لازم يتشد على حاجه تقيله، يتفرد عشان ما يحصلش فيه نوع منه من التكسير او الانحناء. ويفضل اثناء العرض يبقى اللوحه داخله بين شاسيه دبل او طبقتين من البلاستيك، او طبقه بلاستيك وطبقه خشب. البلاستيك دي اللي هيبقى عليها وش اللوحه، والطبقه الخشب اللي هي الشده اللي في ظهر اللوحه، عشان الورق يبقى مفرود جامد جدا وما يحصلش فيه انحناءات. وفي الاخر خالص بعد ما الفنان بينتهي لازم يعمل للوحه عمليه تعقيم او عمليه عزل عشان الفطريات، لان الوان الميه ما بتيجي على البردي بنسبه عاليه جدا كتير. لازم يحصل في الاخر خالص عمليه زي عزل اللوحه او معالجه اللوحه من الكيماويات او الفطريات او اي يعني اي حاجه تضر العمل الفني. البرد حتى لو حصل فيه تشققات او حاجه اثناء العمل، ده مش عيوب، مش عيب، ده بيعتبر ميزه او بيعتبر بيديله يعني ايه جمال اثري او جمال ذات قيمه عاليه. يعني لو في شقوق او حاجه، بس شقوق تكون مش كبيره قوي، او حاجه معطبه او عطب او حاجه فيها فطريات. انما لو الشقوق سليمه خلاص مفيش فيها مشكله. الميزه على الورق البردي ان الرسم عليه ان بيدينا نوع من الجمال بتاع الحضاره بتاعتنا القديمه. ان ازاي كان الانسان المصري القديم كان ازاي بيبتكر ورق ويرسم عليه ويدون عليه الحضاره بتاعته او يدون عليه الفكر بتاعه، ويفضل نوع الورق ده مع مر السنين ديت كلها يعني في ميزه عاليه بتقاوم عوامل الزمن لو الورق البردي اتحفظ صح. الفكره بتيجي عباره عن انا مثلا لو رحت النوبه او رحت الصعيد بيجي لي الهام هناك
ان انا مثلا عايز اعمل منظر لاهالي النوبه، لو رحت خان الخليل او الحسين بيعجبني مشاهد في شارع المعز، بتعجبني، بضطر ابقى عايز اعمل زي اترجم شارع المعز ده بفكر انا بعمل فني تصوير، لان في اماكن اروحها واعمل فيها عمل فن تصوير، وفي اماكن اروحها ممكن اعمل عمل فن نحت. العمل الفن التصوير بقدر احط فيه كل العناصر، العمل الفن النحت لا عنصر بس او اتنين. فده بين يعني الفرق بين النحت والتصوير. التصوير بحط فيه يعني اكبر كم من تحمل فكره عنه. النحت لا، النحت بيحب البساطه ويحب يكون العمل بنسميه عندنا كده السهل الممتنع او الجمال الممتنع. بعد انا اصلا بنشأتي الريفيه عندي افكار متخزنه عندي وانا في الريف، يعني افكار عن الافراح. كان بيبقى فيها تنوره، كان بيبقى فيها تحطيب، كان بيبقى فيها رأس خيل، الذهاب للارض والتعامل مع الفلاحين وكده. كنت بشوف مشاهد الدراس، القمح، النورج، الطنبور، رفع الميه، بشوف الافراح والفولكلور اللي في الافراح المصريه عندنا في الريف. كنا بنشوف بعض المناسبات واللي بيحصل في المناسبات. فالتكوين الفني في الريف لاي فنان من الريف بيبقى عنده رؤيه اكتر بحكم الطبيعه اللي اتربى فيها او اكتسب خبرات بالفطره من المكان اللي هو فيه في الريف. اللي في القاهره بيبقى الطفل موهوب بس عنده حته الانطلاق في الشارع او الانطلاق في الافق، يعني في الغيط او في الارض او في الطبيعه بيبقى عنده قليل، الا اذا كان بقى عنده رحلات متنظمه او ليه اصدقاء راح زار عندهم او كده، يعني على سبيل المثال يعني. انما الفن حاجه ممتعه، حاجه جميله، سواء نحت او تصوير او اي فروع الفن الاخرى. المهم الانسان يكون عنده امانه في شغله وصدق في شغله، وعنده بيوصل اللي هو عايزه، الهدف اللي عايزه. يعني الفن وقته كمان ما بينتهيش، يعني تلاقي الواحد بيخلص من العمل ويرجع يبص له تاني، عايز يرجع له تاني، بيبص له برؤيه تانيه بعد فتره، عايز يرجع له تاني ويطور فيه تاني، لان العمل الفني اصلا ما بينتهيش، انما بيتطور من كل مرحله زمنيه، بيتطور. او كل فنان ما يوصل لثقافه معينه وفكره بيتغير وفكره بينمو وبيتغير، بيتنقل لفتره تانيه افضل.